ايه اخطر حاجة ممكن اهل مريض يعملوها في المستشفى؟ يعني انا شفت كتير وقليل. شفت عيان بيخبي حاجات مهمة على الدكتور عشان يختبره ان هو يعرفها لوحده. شفت عيان بيخبي حاجات بسيطة سنه مثلا. شفت عيان بيبطل دواء من نفسه. بس عمري ما شفت عيان يتحجز عنده ضعف في القلب ونعمل له تحاليل وفحوصات نلاقي فيها مشكلة، يعني مشاكل كبيرة. فنقول لأهله طب معلش هنعيدها، اصل احنا شاكين في حاجة، طب المشكلة في المعمل، طب انتوا عارفين ان هو عنده مشكلة؟ فلا مفيش حاجة، الدنيا تمام. طب نعيدها وتطلع نفس النتيجة عشان نكتشف في الآخر إن الراجل عنده كانسر وهم عارفين بس مخبيه. يعني لو مش ده الإيبك اوف ذا داي فممكن يبقى إيه؟ يعني أنا ما أعرفش يعني. يعني ما تخبوش على الدكاترة يا جماعة، والله بنحتاج المعلومات دي عشان نعرف نوصل لتشخيص، عشان نعرف نوصل لتشخيص ونشوف الكلام على إيه. فلو دكتور حصل له الكلام ده يشاركنا في الكومنتس، ولو مريض بيحب هذا الأكشن برضه يشاركنا في الكومنتس. أكيد أنا مش لوحدي، أكيد أنا مش لوحدي اللي بيحصل له الكلام ده.